عندك مشاريع كتيرة ولكن الميزانية ديالك محدودة. مع كام إكسبريس القرض الفلاحي للمغرب حقق جميع رغباتك، سواء كانت للسفر، للتجهيز أو تجديد المنزل ديالك، لمواجهة نفقات غير متوقعة أو ببساطة للاستمتاع بلحظات زوينة مع العائلة ديالك. استفد من كام إكسبريس قرض استهلاك سريع مرن وبمزايا تسعيرية مميزة. ما تخليش المشاريع ديالك تبقى مجرد أحلام، توجه لأقرب وكالة للقرض الفلاحي للمغرب. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم. بالنسبة للسلف يبلغ 50,000 درهم وعلى مدة 60 شهرا، سوف تؤدون استحقاقا قدره 10,000 درهم فاصل 12 مع احتساب رسوم، مع عدد استحقاقات يصل إلى 60 بسعر فعلي شامل ثابت 7.26% دون احتساب الرسوم، وكلفة كلية للقرض 10,920 درهم فاصل 20 مع احتساب الرسوم. موعد الفلاح، موعد يومي مع النصيحة والمعلومة الفلاحية. موعد الفلاح قرا بها كنسهلوا عمل الفلاح وكنمدوه بالمعلومة التقنية اللي هو بحاجة ليها. موعد الفلاح كل يوم من الاثنين حتى الجمعة مع 7 إلا ربع ديال الصباح على إذاعتكم إذاعة مدينة FM. موعد الفلاح كيهديه لكم القرض الفلاحي للمغرب. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم. ودابا مع خوتنا الفلاحة نقدموا لكم موعد الفلاح. موعد الفلاح كيهديه لكم القرض الفلاحي للمغرب. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم. خوتي خواتاتي الفلاحة، اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم موعد الفلاح. اليوم ان شاء الله غادي نتكلموا على تربية الماعز الحلوب، خاصة مسألة التغذية عند الماعز الحلوب ومعايير الصحة الجيدة. خوتي خواتاتي الفلاحة، راه الماعز حيوانات حساسة وعندها عادات التغذية غريبة، وتيكونوا حريصين على النظافة وتبغيو التغيير المتكرر في العلف، ومن الواجب تكون الأعلاف نظيفة وباقة جديدة، لأن الماعز ما كتاكل شي حاجة مسخة أو الريحة ديالها كريهة، وكيكرهوا الأعلاف الرطبة. لهذا السبب كيتنصح بإطعام ديالهم في رفوف ديال التبن أو تعليق العلف في حزام من الربط في الحائط أو من خلال الفرع ديال الشجرة. ورفوف التبن تكون محملة على 2 وجوه واللي كتكون مناسبة وملائمة للتغذية وكتكون كتاكل غير بشوية. وكيتفضل تقديم بكميات قليلة في المرة الأولى، ويكون التقديم بشكل كبير بكميات في وقت ما، وهذه المسألة كتكون باش ما كيكونش الضياع كتير في الخليط ديال العلف. خوتي خواتاتي الفلاحة، راه يمكن تلبية المتطلبات الغذائية للماعز اللي كتوزن 50 كيلوغرام وكتنتج 2 لتر من الحليب مع 4% من الدهون عن طريق تغذية 400 غرام من الخليط المركز و5 كيلوغرام من البراسيم. ومن الواجب تحتوي الحصة الغذائية على نسبة ديال 12 ل 15% من البروتين، اعتمادا على الكمية ديال البروتين في التبن والحليب المنتج. خوتي خواتاتي الفلاحة، راه من الواجب إعطاء المعادن كجزء أساسي من الحصة الغذائية، لأنها كتساهم في بناء الهيكل العظمي والوظائف الفيزيولوجية وإنتاج الحليب. وأهم هذه الأملاح الكالسيوم والفوسفور، ومتطلبات المداومة من الكالسيوم والفوسفور هي ما بين 6 و5 وما بين 3 و5 غرام على التوالي لكل 50 كيلوغرام من الوزن ديال الجسم. وكتطلب الماعز كميات من الكالسيوم أكبر بقليل من الأغنام، ويمكن تضمين الخليط المعدني مع نسبة التركيز بمعدل 20%. خوتي خواتاتي الفلاحة، حلقتنا اليوم من البرنامج موعد الفلاح سالات، خليتكم على خير. خوتنا الفلاحة، كنتم مع موعد الفلاح. موعد الفلاح كيهديه لكم القرض الفلاحي للمغرب. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم. القرض الفلاحي للمغرب كيسهلها عليكم. عندك مشاريع كتيرة ولكن الميزانية ديالك محدودة. مع كام إكسبريس القرض الفلاحي للمغرب حقق جميع رغباتك، سواء كانت للسفر، للتجهيز أو تجديد المنزل ديالك، لمواجهة نفقات غير متوقعة أو ببساطة للاستمتاع بلحظات زوينة مع العائلة ديالك. استفد من كام إكسبريس قرض استهلاك سريع مرن وبمزايا تسعيرية مميزة. ما تخليش المشاريع ديالك تبقى مجرد أحلام، توجه لأقرب
وكالة للقرض الفلاحي للمغرب. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم. بالنسبة للسلف يبلغ 50,000 درهم وعلى مدة 60 شهرا سوف تؤدون استحقاقا قدره 10,000 درهم فاصلة 12 مع احتساب رسوم، مع عدد استحقاقات يصل إلى 60 بسعر فعلي شامل ثابت 7.26% دون احتساب الرسوم، وكلفة كلية للقرض 10,920 درهم فاصلة 20 مع احتساب الرسوم.